بنظام اللعب 4-4-2. علي ماهر اليوم بنظام اللعب 4-3-3. إذن لحظات ونعيش مع أجواء الشوط الأول مشاهدينا. مصري كان أخرج في الدور التمهيدي فريق الهلال الليبي. حكم المباراة بوبو تراوري يعلن في هذه الأثناء عن انطلاق اليمنى من جديد. محاولة تقدم تأتي من جانب أحمد شامي أمامه مساحة لو سيطر على يبحث عن جغموم يلعب عرضية على القائم البعيد. ضغط من البداية من جانب فريق نيمبا. كرة طويلة في الثابتة تأتي الآن للنادي المصري تلعبت على القائم القريب. هنا وصلت من جديد للشامي. تدخل قوي جدا من لاعب نيمبا وحكم المباراة يعلن عن نجم النادي الإسماعيلي السرية. تلعبت على الأرض جميلة. جول أول للمصري. المصري البورسعيدي يتقدم بالهدف الأول في هذه المباراة من ضربة ثابتة. يأتي الهدف الأول للنادي المصري البورسعيدي. عمل رائع في الضربة الثابتة والمصري يسجل أولا عن طريق محمود حمادة. بالأمس كان يوم جميل للكرة المصرية وكان جمع 10 نقاط في آخر مشاركة. ونظرات الترقب ودي تسديدة في بداية الهجمة للنادي المصري. كان في الإمكان للنادي المصري أن يسجل من هذه اللعبة. ارتدت الكرة خطيرة. كريم بامبو وفخر الدين بن يوسف ولكن مقطوعة. صلاح محسن حطها ولد جغموم سدد خارج المرمى. جغموم عبد الرحمن حضرها صلاح لمحمود حمادة. ترتد في وسط الاسرة. سعداوي يلعبها عليو الحق من جانب فريق نيمبا اللي بالتأكيد سيعتمد الآن. عادت لباهر المحمدي. كانت المرة الأخيرة اللي كانتين وخسر مباراة. فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة تماس. كان خرج أمام بركان اللي كان أرموطي في الأمام. أرموطي فضل التمريرة الطويلة في الوسط. كرات تركيز مطلوب من جانب كريم العراقي. داخل كريم العراقي يلعب كرة عرضية داخل منطقة من 2 من اللاعبين. لعبت الكرة عالية. لاعب فريق نيمبا يلعبها لكن يخطف كريم العراقي للأرموطي. خطأ وركلة حرة للفريق النيجيري. هدف مقابل لا شيء. رمي التماس ملعوبة طويل وضغط والكرة النادي المصري. وادي كرة مخطوفة من جانب جغموم. عبد الرحيم يلعب كرة في الأمام لصلاح محسن وخطأ وركلة حرة. وادي أول إنذار في المباراة أخيرا بيشلعب على الأرض لجغموم. استلام خاطئ من جانب جغموم لك حمادة لكريم العراقي. عرضية من كريم. استلم كريم دخل لمنطقة الجزاء. كريم عرضية خطيرة لكن أبعدها الدفاع وارتدت ولا زالت داخل منطقة الجزاء لكن إلى ركلة مرمى لفريق نيم. خطيرة لكن مقطوعة. مرة أخرى لا زالت 3 جولات. فوز على مملكة التغطية من جانب باهر المحمدي. دفع في النيجير. مرة أخرى 5 ممكن يكونوا 6. عالية والمد مخلوف. عالية خطيرة والرأسية بعيدة. باهر المحمدي كان في الإمكان أفضل مما كان يا باهر. عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء كان لوحده خالص. كرة في الأمام لمحمد الشامي. جيفتا يلعب كرة عرضية يدخل لعمق الملعب ويلعب تمريرة في الأمام. محمود حمادة اللي خد مكان على اليمين والمدافع الدخول قوي معاه. الأرموطي يا ولد خلص كورته ودفع في ظهره من جانب لاعب نيمبا وركلة حرة للنادي المصري أمام منطقة الجزاء. كابتن النادي المصري. ضربة ثابتة 9 وجغموم رقم 30 بيتحذر لأنه مكانه دفاعيا بيكون في الآخر. بهدف ثاني حتى للشامي. استلام رائع من جانب الشامي حطها لجغموم. جميلة التمريرة جميلة المحاولة. وهذه صلاح محسن. صلاح يا صلاح ضيع صلاح محسن فرصة سهلة وهجمة جميلة من البن الشامي. حرك له سعداوي لموبوت في الوسط مخطوفة. صلاح محسن لصلاح محسن. صلاح تمريرة جميلة لكن الشامي والأقرب أذهبنا في هذه اللقطة.
يبحثوا عن كرة عرضية لكن رأسية تأتي على الأرض لمحمود حمادة، مرت عالية في الأمام، مرت إلى محمود جاد المصري للشامي، الشامي يلعب كرة عرضية لكن عالية في الأمام. صلاح محسن بلمسة رأسية، لاعبين من المصري داخل منطقة الجزاء، ودي رأسية بعيدة في نفس مكان كريم العراقي، هتكون خطيرة على النادي المصري. من جانب صلاح محسن والتسديدة بعيد. أوزيمين يلعب كرة طويلة في الأمام، رد يلعب كرة في الأمام للشامي، خطأ وتدخل قوي جدا من جانب جابرييل إنوسنت، وإنذار لجابرييل إنوسنت. الشامي لاعب كبير، خطأ وركلة حرة وإنذار لكريم العراقي، إنذار مجاني لكريم العراقي. علي على القائم البعيد، مر الشامي بيضيف صلاح محسن، راح صلاح انطلق صلاح، لو لعب كرة عرضية جميلة، أرموطي يسقط الأرموطي في أجمل هجمة لنعت حارس مرمى انيمبا، وأطلق بوبو تراوري صافرته مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وأعلن عنها هذه ساركي مهاجم فريق انيمبا. إذا المصري الآن بمحمود جاد، كريم العراقي، عمرو السعداوي على الأطراف في خط الظهر، باهر المحمدي، محمد هاشم قلبين دفاع، في الوسط محمود حمادة ومحمد مخلوف. وصلت إلى بادجي يلعبها للشامي، حاول للتسديد من بعيد، محمود جاد بمحاولة تقدم تأتي من جانب أو البعيدين عن المستوى. يلعب جغموم للشامي، الشامي يراوغ لكن هناك إصابة للاعب النادي المخلوف، حزاري مخلوف عدى ولعب كرة عرضية على الأرض جميلة، وكرة من جديد لكن تبعد، ورايا موجودة، وتسلل على الفريق النيجيري، ركلة حرة على الجهة اليمنى لكن تعاون في الأمام لباجي، وصلت إلى الحارس، يلعبها لدغموم، يلعب كرة طويلة في الأمام، وصلت سهلة للشامي، فقط كرة الشامي، منطقة الجزاء، هذه رأسية والحارس يمسي جميل، هتاخد جميلة وتسديدة في متناول محمود جاد، حذاري من هذه الكرات. يسقط مصابا كلينتون جيفتا بعد هذه اللعبة، وبروح رياضية عالية جدا يلعب كريم العراقي، الكرة خارج، عدى دغموم يلعب عرضية خطيرة تبعد في اللحظة من اللاعبين، لكن خلص كورته ولد لدغموم، كريم بيعدي وحكم المباراة احتسب رمي التماس. كريم العراقي كان عاوز خطأ سريع، اللي لديه 6 لاعبين داخل منطقة الجزاء، دغموم مضغوط عليه باثنين من اللاعبين لميدو جابر، لعبت قوية، وادي رأسية من باهر المحداوي، يلعب عرضية السعداوي، عبداجة، وادي كرة خطيرة لنيمبا، التسديدة في متناول محمود جاد. البطولة اللي أقيمت على أنقاض بطولة كأس الكاف، هذه كرة مقطوعة وصلت خطيرة، دغموم يلعبها للشامي، ضيع الشامي فرصة تسجيل الهدف الثاني على النادي المصري، كانت سهلة جدا. هذه الكرات اللي تحدثت عنها كثيرا. لاعب انيمبا، عرضية لفريق انيمبا، عرضية خطيرة الرأسية من جانب بادجي، صعوبة الرحلة لهذه المدينة، يلعبها في الخلف جميلة، جول للمصري البورسعيدي، محمود حمادة يسجل الثاني ليه في هذه المباراة، 2-0 يخرج الشامي لن مباراة النهائية. عرضية تأتي الآن لكن أبعد، اللي خسر فيه الإسماعيلي نهاية